كالعادة يوم حر فظيع ومليء بالفرهدة، ولكن الحمد لله خلصت الشغل ومروحة، وكان عندي أكل في البيت، وده طبعا من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل في يومي. بس أنا كنت مقررة إني أعمل شوية مخبوزات في البيت، لأنها بتفرق جدا في الفطار أو العشاء، سناك في اليوم. يعني احنا كنا خارجين تاني يوم ما عملتها أخدنا منها واللهم بارك كيلو دقيق بيرمي معاكي جدا. هو عموما الخبز في البيت والدقيق بركة. فعديت على السوبر ماركت عشان كان ناقصني شوية حاجات عشان أعملها، وروحت. فتعالوا نشوف عملنا ايه في اليوم ده. انا جبت كيلو دقيق، والنوع ده كويس قوي. طبعا هو غني عن التعريف. اهم حاجة في الدقيق ان هو يتنخل، حتى لو هو في اكياس اهم حاجة ان هو يتنخل. نخلت كيلو دقيق، وبعد كده عملت اختبار للخميره. دي خطوه مهمه ان احنا ما نحطش الميه والدقيق والسكر على بعض على العجينه نفسها، عشان وارد ان الخميره ما تبقاش صالحه. فجبت كوبايه ميه دافيه، واهم حاجه ان هي تكون دافيه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره. حطيت معلقه ونص خميره و3 معالق سكر كبار، وبنقلبهم وبنسيبهم على جنب لحد ما يعملوا فقاقيع كده من فوق. دي علامة ان الخميرة كويسة. وحطيت على الدقيق رشة ملح ورشة او معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة خل صغيرة، وده بيسمى محسن الكيك. هو ده اللي بيخلي او هنا كنت محسن المخبوزات. الخميرة هو دوت اللي صالحة وطري وجميل. واثناء الخبز بنلاقي ان احنا محتاجين دقيق تاني. يعني انا تقريبا زودت كوبايه ميه كمان على الكوبايه ديت. العجين كان محتاج ميه. ان انا اعجن كويس. هو عموما يعني كل ما بنفضل نعجن في الحاجه ديت، هي ديت اللي بيخليها هشه، وهو دوت اللي بيفرق في العجينه من عجينه مكبوسه لعجينه هشه. بعد كده نزلت عليهم بتلت كوبايه زيت، وديت خطوه مهمه جدا. ونفضل نعجن لحد لما العجينه تشرب كل الزيت اللي معانا. انا كنت نزلتها على الرخامه عشان اقدر ان انا اعجن براحتي لحد ما نلاقي ان العجينه شربت كل الزيت. طبعا انا العجينه كانت شاربه زيت كويس، فما حطيتش زيت في الطبق. بنحطها في طبق غويط وبنغطيها لحد ما تخمر. وعشان كده انا بحب الخبز جدا في الصيف دوت احسن وقت ان احنا للخبز عموما. العجينه مش بتاخد وقت خالص عشان تخمر، واهم خطوه في اي مخبوزات طبعا هي التخمير. عشان كده انا بحب خبز الصيف. عجوه انا كنت جايباها الدنيا بتبقى حر عند العطار من التعب. وحطيت كمان سكر، وانتوا تحطوا ال3 معالق اللي انتوا عايزينها او اي حاجه متاحه عندكم في البيت. وممكن تعملوها ساده من غير اي حاجه لو حد بيحبها تقريبا. كانت العجينه خمرت الحمد لله. فهناخدها. طبعا علامه الشبك اللي موجوده في العجينه دي معناها ان هي خمرت. اخدت العجين وابتديت ان انا اكوره. واهم حاجه ان احنا هنغطي عليها بعد ما تتكور، ونبتدي باول كوره احنا عملناها. دي بتكون خمرت برضو. فبناخد اول كوره احنا عملناها ونبتدي ان احنا نحشيها ونشتغل فيها. طبعا الفيديو شارح نفسه انا بحشيها ازاي. ببتدي ان انا اعملها زي شبك كده برضو، بحيث ان هي تبقى مقفوله كويس. وبنزل عليها، بنزل بالعجينه بتاعتي ديت في السمسم. تقدروا تنزلوا فيها في السمسم، تقدروا تعملوها ساده زي ما انتوا عايزين. وبنغطيها تاني وبنسيبها تخمر حوالي نص ساعه برضو. ومن اهم الحاجات بعد كده ان انا بدهنها باللبن، يعني عشان خاطر ان هي تقدر ان هي تاخد لون وتبقى خطيره كده، وشها يعني لونه تحفه. عشان احنا ما حطيناش لبن، هي مش هتدي اللون الجميل اللي احنا بنشوفه من فوق ده. فبديها كلها لبن. وبحط القرص ديت في الفرن على يعني في فرن مسبق التسخين. واهم نقطه، اول ما تطلع انا برشها بميه وبغطيها لحد لما هي تطرى، واقدر ان انا اشيلها بمنتهى السهوله. انتوا زي ما شايفين انا ولا دهنت الصينيه ولا حطيت ورق زبده ولا اي حاجه، هو اللبن وفقط لا غير على الوش. وشوفوا دلوقتي بقى هي هتبقى شكلها عامل ازاي. انا هسيبكم مع الفيديو. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هي تحفة. يعني ريحة الخبيز وإن هي زي ما قلتلك بترمي، يعني حاجة بتبقى خطيرة في البيت وبتستفادي منها جدا. وبتوفر طبعا أهم حاجة. يعني أول ما هتطلعي مخبوزات فعلا صح، دي أكتر حاجة بتهون عليكي أي وقفة في المطبخ. فبس كده شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي طرية ازاي. تحفة تحفة بجد. وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في يوم جديد وفلوج جديد. وباي باي.